السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. انا جاي اتكلم معاكم النهاردة في موضوع جديد اللي هو اضرار وجود قشر البيض عند الحمام. انه قشر البيض؟ القشر البيض اللي بيطلع منه الزغلول. طيب هو في اضرار كبيرة جدا ممكن تموت لك الزغلول بتاعك. طب ايه هي الاضرار؟ اول حاجة يا جماعة، طبعا اول الزغلولة دي ما بتطلع، الزغلولة ما بتبقاش بالشكل كده. الزغلولة بتبقى لبة خالص، بتبقى طرية خالص، بتبقى مبلولة من مكان الكيس اللي كانت موجودة فيه. سبحان الله، طبعا ما بتبقى جواه، بتبقى موجودة جوه قشرة البيضة دي. طيب زي ما انتم عارفين، لما الحمام بيجي يحط الحصواية بتاعته بيحط الحصواية الاولى ويبدأ يحط الحصواية الثانية وبيحضن الاتنين مع بعض في وقت واحد. بس لما بيجي الحمام الزغلولة بتطلع من الحصواية، بتطلع واحدة وبعد كده تاني يوم بتطلع الحصواية الثانية اللي موجودة، تطلع الزغلولة الثانية من الحصواية الثانية. طيب ايه اضرار وجود قشر البيض؟ اول حاجه يا جماعه، لازم اول لما تلاقي عندك ان الزغلوله طلعت تبدا تتخلص فورا من قشر البيض او قشر الزغلول اللي طلع منه الزغلوله ده. ليه يا جماعه؟ لان طبعا الزغلوله اول ما بتطلع القشر اللي جوه ده بيبقى مبلول مع حركه الزغلول. ساعات لو انتوا طلعتوا عندكم بتلاقوا ان الحصوايه دخلت في قشره البيضه كده، لو انتوا بصيتوا هتلاقوها دخلت بالشكل ده. طبعا مع ان قشره البيضه بتبقى من جوه طريه، مع قشره البيضه الخارجيه اللي في الحصوايه الثانيه بتبدا تلزق فيها. طيب اول لما بتلزق فيها ايه اللي بيحصل؟ بيتكونوا مع بعض بالشكل ده زي ما انتم شايفين قدامكم كده. طيب لما بيتكونوا ايه اللي بيحصل؟ طبعا الزغلوله اللي هتطلع تاني يوم اللي في الحصوايه الثانيه مش هتعرف تطلع، ولو انت ما خدتش بالك الاهل طبعا مش هتعرف تطلعها، ولو انت طلعت وما بصيتش عليها مش هتاخد بالك بالشكل ده. لما بتيجي الحصوايه تخش جوه القشره، تخش جوه الحصوايه كده، لما يجي الزغلول يبدا ينقر ويطلع من الحصوايه كده ما بيعرفش يطلع. يبقى دي مشكله كبيره جدا، مش هتخلي الزغلول بتاعك يعرف يطلع، ولا قدر الله ممكن يموت جوه الحصوايه وتخسر الزغلول ده. يبقى احنا يا جماعه اول لما نطلع نلاقي ان الزغلوله طلعت من الحصوايه نبدا فورا نرمي القشر ده ونسيب مكان فراغ، ان نتاكد ان القشر ان البيضه ما فيهاش مشكله، عشان الزغلول يبدا يطلع معانا وما نلاقيش اي مشكله عند الحمام. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.